صباح الخير، أهلًا بيكم يا جماعة. النهارده قررت أعمل لكم vlog بمناسبة إن أنا ما رُحتش المدرسة النهارده، فيالّا بينا بقى نشوف عملت إيه طول اليوم. أول حاجة رتّبت أوضتي، رتّبت السرير بس، ورتّبت حاجات في الأوضة كمان، وبعدين طفيت النور بقى ورُحت بقى أغسل سناني صلّيت. أنا بقى كنت باذاكر فيزيا، عارفين يا جماعة الفيزيا دي ساعات تكون حلوة وساعات بُصّوا بحالات وحالات. فكنت بقى قعدت هنا، ما كنتش قاعدة في أوضتي الصراحة، كنت قاعدة في أوضة أخويا، وبعدين وأنا باذاكر نمت. بعدين بقى رُحت أوضتي، حرفيًا أنا كنت نايمة على دلوقتي أنا لبست السرير أهو، هنا بقى تمام. كنت بالبس. طبعًا هنا الحاجات اللي هي أنا كنت باجرّب بقى حرفيًا أنا جرّبت ييجي 3 أوتفيتات كده وما اخترتش غير ده في الآخر. المهم جهّزت الشنطة بتاعتي ونازلة الدرس دلوقتي، بس هاصلّي الضهر الأول، وأنا حرفيًا مش لاقية الشراب. هي ليه الشرابات بتضيع منّي بجد؟ عمّالة أدوّر في مكان مش لاقية الشراب، فهنشوفه بقى في أي حتّة تانية وهالبسه وأصلّي الضهر وأنتقل اسمها إيه، أنطلق. استغفر الله العظيم يا رب، أنتقل إيه، أنطلق يا جماعة. ولمّا نيجي نبقى نروّق الزريبة اللي إحنا عملناها دي، عشان إحنا كنا مروّقين الأوضة الصبح. فيالّا بينا بقى، وعشان حرفيًا أنا جعانة وعايزة آخُد معايا لسه إزازة مَيّة، لسه هاملى إزازة مَيّة وهاعمل شوية حاجات كده ويالّا بينا بقى. عايزة بقى أطمن عليكم بمناسبة إن أنا ما عملتش فيديوهات بقى لي كتير أوي، بقى لي حرفيًا كتير أنا ما نزّلتش أي حاجة أصلًا، ولا كان عندي أي شغف إن أنا أعمل أي حاجة حرفيًا. واحفظوا بقى الطريق ده معايا علشان أنا كنت مصوراه قبل كده كتير، وكمان الرجعة بقى جامدة جدًا. فاحفظوا الطريق ده علشان هاصور لكم فلوجات كتير كده وطريق كتير، نفس الطريق ده اللي أنا بامشي عليه يعني. المهم عايزة بقى أطمن عليكم عاملين إيه، يا رب تكونوا بخير، علشان طبعًا زي ما قُلت لكم في الأول إن أنا ما نزّلتش فيديوهات بقى لي كتير جدًا ومتضايقة من الموضوع ده، لإني كنت ناوية أنزّل كتير جدًا، بس يعني حصل شوية حاجات وحصل شوية ظروف كده ما عرفتش أنزّل ولا عرفت أعمل أي حاجة. فالمهم خلّينا في المهم، إن إحنا نزّلنا واحد ده الحمد لله، يعني حاجة كويسة إن إحنا نزّلنا واحد أهو. ما رُحتش بقى المدرسة النهارده، فقُلت ليه ما أصورلكوش vlog يعني. هنا بقى كنت رُحت الدرس اللي أنا كنت باجهّز معاكم الحاجة بتاعته، وجيت من الدرس هنا بقى كنت مروّحة، ورايحة علشان أركب تمام. قولوا لي بقى عاملين إيه في الدراسة بتاعتكم والمدرسة والدروس، قولوا لي عاملين إيه بقى. تمام. وعايزة أقول لكم إن أنا كنت في البداية جدًا، في البداية في الأول خالص في أول السنة دي، ما كانش عندي شغف إن أنا أذاكر ولا عندي شغف إن أنا أعمل أي حاجة. حاليًا يعني حسيت إن أنا ممكن لأ بقى stop بقى يا جماعة stop، ونشوف مستقبلنا بقى، ما إحنا مش هنفضل راكنين كده. المهم يعني حسيت إن الشغف بدأ يرجع واحدة واحدة يعني. وأدينا بنحاول أهو نبقى كويسين في كل حاجة بقى، إذا كان في تنزيل الفيديوهات، في المذاكرة، في إن إحنا ننظّم يومنا. وكمان يا جماعة أنا مش رايحة المدرسة بكرة برضه، فقولوا لي بقى لو عايزين، لو أنتم بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي، قولوا لي بقى لو عايزين فلوجات أعملها لكم كمان. يعني أنا لسه ما خلّصتش يومي، وأنا باسجّل لكم الvlog ده. أنا أصلًا لسه ما خلّصتش يومي، لسه ما رتّبتش أوضتي، أنا مش عارفة هاصوّر بعد كده والّا لأ الصراحة. يعني أنا باسجّل الفيديو وأنا مش عارفة أنا هاصوّر هاكمّل تصوير والّا هانزّل فيديو على كده، فأنا مش عارفة. هنا بقى اللحظة الحاسمة، هنا بقى طلعت على السلالم دي بتوصّلني للمكان اللي أنا هاروح أركب منّه، وفضلت مستنية كتير جدًا عمّا أركب، ويعني اتبهدلت حرفيًا على أمّا أركب، علشان فضلت مستنية حوالي 10 دقايق كده على أمّا أركب، وركبت حرفيًا وروّحت البيت واتغديت تمام، ورُحت الدرس التاني. وبعد ما جيت من الدرس بقى عملت بعد ما جيت من الدرس، قعدت شوية على الموبايل والمغرب أذّن وصلّيته، ودلوقتي كمان هاقول لكم شوية حاجات دلوقتي. بقى المشكلة فين؟ إن أنا بانسى أصوّر. يعني أنا دلوقتي جيت من الدرس تمام، ورُحت درس تاني واتغديت وصلّيت المغرب. أهو كنت لابسة الإزازة عشان باصلّي المغرب. دلوقتي بقى هارتّب الأوضة. الأوضة حرفيًا مليانة هدوم، شايفين الهدوم دي؟ لسه في هدوم تانية على الكرسي. بُصّوا أنا أصلًا بانهج تمام، عليه حاجات كتير أوي وعمّالة بقى بأجّل، والواحد تعب الصراحة. فعايزة بقى أقوم إن أنا أرتّب الهدوم، عشان خلاص كده بقى ما عادش ينفع إن أنا أسيبهم كده، فيالّا بينا بقى نرتّبهم. يالّا بينا يا جماعة نرتّب السرير، علشان شايفين الهدوم كلّها هنا، هنا
كراسة وفي بصوا الدنيا متبهدلة على الآخر، فيلا بينا بقى. هنا بقى يا جماعة كنت برتب السرير عشان كان عليه حاجات كتير قوي 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 بجد، وخد مني فترة يعني على ما خلصته، علشان بصوا دي كانت هدوم كلها مغسولة وجديدة لسه، فكانت محتاجة بقى الحاجات الطرح دي تتطبق وعشان ما تتكسرش، والهدوم بقى تتعلق علشان برضو ما تتكسرش، وعلقت كل حاجة محتاجة تتعلق في الدولاب، ورتبت السرير اصلا كله. شايفين هدوم كتير قوي، وكمان كان الاوتفيت بتاع النهارده فقلت اعلقه. بقى يا جماعه بعمل ايه دلوقتي؟ هعمل اندومي علشان ما بجيبش اندومي من بره بقالي فتره كده، خصوصا فتره القلق اللي حصلت كده. فبغلي الميه واحط مكرونه سباجيتي، وجبت من عند العطار ايه بهارات اندومي هوريها لكم. دي بهارات الاندومي اللي انا جبتها، هي طعمها كويس على فكره، وطعمها عامل شبه الشيبسي او المنكهات. المهم يعني ده في اعتقادي ان هي مش ان هي يعني هتكون اقل خطرا من الاندومي. هوريكم بقى المكرونه السباجيتي. خدت يعني يا جماعه ايه مكرونه سباجيتي، خدتها من التلاجة. بفتح الكيس، تخيلوا لقيت ايه؟ وحدتين اوريهولكم. احنا بنحط كل المكرونات او حاجه بنفضيها من الكيسه اللي فيها لاكياس من دي. تمام. فما لقيتش غير دول، المفروض بقى ان انا هكسرهم نصين علشان يبقى ليا انا واختي، ونحط بقى بهارات الاندومي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا عم الميه تغلي بتاع المكرونه هملي براد ميه علشان تبقى دي الشوربه بتاعه الاندومي. المهم يا جماعه دلوقتي ايه، انا حطيت المكرونه في الكسرولة دي، وعايزه اقول لكم بهارات الاندومي بيبقى فيها ملح، فانا مش هحط ملح. تمام. فهتتسلق كده، وحطيت براد يتغلى. وهحط بقى لما يتغلى هصفي الميه دي، واحط البراد اللي انا غليته في المكرونه المسلوقه، واحط البهارات. ومش هحط ملح علشان هي فيها ملح وفيها نسبه سبايسي. لو انتوا مش بتحبوا السبايسي قوي فده هتكون كويسه. وما تزودوش شطه لو انتوا مش بتحبوا السبايسي. لو بتحبوها حراقه جدا حطوا شطه.